السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم، يا هلا وسهلا ومرحبا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجزاكم عني كل خير، يبارك لكم ويكفيكم ما أهمكم، هذا حقكم علي، وأن ينفع بما نقول. القصة هذه أبعيدها، وهي قصة ذكرتها في قناة المجد لحدوث بعض الأخطاء الغير مقصودة. أسأل الله العلي العظيم أن ييسر الأمور، ويعلم الله أني مجتهد والمجتهد يخطئ. هذه القصة مثل ما قلت لكم حدثت في دولة الكويت الشقيقة، ودولة الكويت مثل أي دولة خليجية فيها يعني ظروف معينة في التركيبة السكانية. فهذه قبيلة العوازم، وأنا بتكلم عن قبيلة العوازم بصدق، وأنا عمري 7 سنوات و5 سنوات أعرف عنها القبيلة كل خير. فيها الوفاء، فيها الشجاعة، فيها الخير، في جميع الصفات الجميلة في هذه القبيلة. هذا اللي أعرف عنه. وأهم شيء نصرة حكامها، فهي وافية لحكامها، وتاريخها يشهد بهالشيء. وسبحان الله فيهم إباءة، وفيهم كرم، وفيهم وفاء، وفيهم وقفة. وهذه ما أدين الله عن هذه القبيلة، ولا ينكر هذا إلا جاحد. قبيلة العوازم في دولة الكويت وفي مناطق شرق المملكة العربية السعودية، من السفانية ومناطق النعيرية والمناطق هذه كلها قبائل من يعني أوفى القبائل. أنا تعاملت مع بعضهم، ومع ذلك كان جدي وعم والدتي يذكرون لي عنهم قصص عجيبة وقصص في الشجاعة. فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيهم ويسعدهم. هذه القبيلة حدثت على شخص من قبائل العوازم، والقصة هذه أتوقع قديمة، يعني من 25 سنة وأكثر. هذا رجل وكان لم يعني ما حصل على الجنسية، وهذا يسمونه نظام عندهم في الكويت نظام البدون، لهم نظام خاص فيهم. والرجل هذا إذا صار بدون في الكويت فتحكمه ظروف معينة، يعني ما يشتغل، ما يتوظف، يعني تصير فرص العمل عنده وفرص الامتيازات اللي تمنح للكويتي أفضل. على باب الله ما خلوه جماعته، وقفوا معه وساندوه، وسبحان الله وكعادتهم أي واحد يحدث في هالظروف، فدبروا له سيارة ودبروا له عمل عند أحد أصحاب المنشآت الصحية، وكان مسؤول عن نقل البريد لهالمنشأة الصحية من مكان لمكان. لكن يصير عنده وقت فراغ فيطلع، والسيارة هذه باسمه، يعني شارينها له، لكنها مسجلة باسم واحد كويتي مع جنسية. هذا نظام ما تسجل سيارة إذا كان أنت ما عندك بطاقة كويتية أو جنسية كويتية. فكان الرجل سبحان الله إذا صار عنده بعد الدوام يطلع للصباحية، يطلع الأماكن هذه، يجيب ناس يحتاجون يركبون يوديهم لبيوتهم، وهكذا. وهو مقبل على حياة ومقبل على زواج، وقاعد يأسس نفسه، وبارك الله فيه، يعني أنه يكون نفسه من في هالظروف الصعبة شيء عظيم، يعني ساتر نفسه وساتر بيته. يقول إني رحت ذاك اليوم لحي المباركية أو منطقة المباركية في وسط البلد. يقولوا لا، ركبوا معي 3 حريم. الحريم هذه لا يوم ركبوا، وأنا قلت وين تبون؟ قالوا في الصباحية. قلت هل كثر يعني الأجرة؟ قال توكل على الله. يقول دار بيني وبينهم حديث بسيط حتى وصلت منطقة الصباحية. يقول فنزلتهم عند أو المكان اللي هم يبونه. يقول يوم نزلتهم أعطوني حسابي وتشكروا مني وراحوا. هذا الكلام على المغرب يعني في الليل. يقول رجعت أنا للبيت اللي أنا أسكن فيه، وهذا البيت يعني يخص عائلتنا، ويقول فيه البيت هذا فيه أخوي وله عيال، وعياله لهم عيال. فأنا أقول لهم روحوا نظفوا السيارة عقب ما أركب الركاب، أما فاين طايح ولا قرورة ولا أي شيء. يقول عيال راحوا ينظفون السيارة أو يغسلونها، ويوم جو بعد 5 دقائق معهم شنطة سوداء. يقول يوم جابوا لي الشنطة قلت هي هذا حق الحريم اللي في الصباحية، بكرة الصبح أوديها لهم. يقول ركنت الشنطة عندي. يقول دخلت غرفة نومي وفتحت الشنطة، سبحان الله. يقول له هي شرايا ذهب، يعني كلها ذهب، مليانة ملي ذهب، يعني مو أي كلام. ويمكن قيمة الذهب في هذا الوقت يعني إذا كنا نتكلم بالدينار الكويتي
يمكن ب 10,000 دينار، ما لكنه مبلغ كبير كبير مرة يعني بالنسبة له وبالنسبة للي فاقدينه طبعا. يقول المهم صار في حديث بيني وبين نفسي وبين النفس الأمارة بالسوء، يا فلان أنت الحين الله رزقك رزق وهذا طال عمرك ذهب قدامك وأنت إنسان محتاج والظروف حادتك وكل الناس أو كل الأمور ضدك، وهذا ذهب ومحللها الله ولاقيه في سيارتك، لا سرقته ولا أخذته ولا جبته ولا وديت. يقول قامت الأمور زي اللي خذها. يقول أنا طبعا قاعد أقابل هالذهب على فراشي وناظر وأتكلم، يا ابن الحلال الدين. قال لا هذا وش دينه، هذا محللها ربي لك خذه. يقول صار بيني وبين نفسي حوار عجيب، والنفس الأمارة بالسوء تأزز. فحن عشت في صراع يعني بدون مبالغة. الصراع هذا اللي يعيشه الإنسان صراع ما حد يتخيله يعني. هذا الفتنة، هذا الأمر اللي سبحان الله نرتكبه كل أبوه في خلواتنا. تجي معاك الموبايل تجلس تشوف لك شيء محرم، فربي سبحانه وتعالى يرسل لك الصوت الخير اللي فيك ويقول لك انتبه انت تعصي الله، ويجيك النموذج السيء يقول ما حد عندك، ما حد يشوفك، ما حد يدري عنك. فسبحان الله الصراع هذا من أشد المراحل اللي على الإنسان. فحنا يجب أن حنا نتنبه مثل هالأمور، ذنوب الخلوات يجب أن نتقي الله في الخفاء، يجب أن نحرص، لأن هذه أعظم أجر يشوفه ربي عليك. ربي ما يشوفك إلا في هذه اللحظات سبحان الله، يعني مطلع عليك لكن في هذه اللحظات يختبرك اختبار دقيق. الشاهد في الكلام يقول قام الحوار صار شديد جدا، حتى أني يعني بديت أجهز ومن وين جاء الذهب، من وين صار، من هذا، إلى أن أذن الفجر. يوم أذن الفجر ذكرت الله والحمد لله، وجاني سبحان الله في نفسي أن هذا الأمر لازم يحسم، وأن لازم الذهب هذا يرجع لها، وحطيت نفسي مكانهم. يقول بالفعل يوم جاء الصباح توجهت للمسجد وصليت وانتظر الوقت المناسب اللي اعتقد ان الناس يقومون فيه. يقول يوم جت على الساعة 8-9 اخذت الشنطة وتوجهت البيت الناس اللي انا وديت لهم او وديتهم البارح. والله يا اخوان يوم جيت للرجال واقف عند الباب، من هو؟ اتوقع راعي البيت. يوم شافني وينطحني عرف السيارة الحريم وصفوها له، فيوم وقفت نطحني قال والله اني داري انك ما راح تاخذها. يوم قالوا لي ان لكنتك لكنة عازمي وهرجتك هرجة عازمي، عرفت انك والله ما تروح بعيد وانك بترجع، لاني اعرف عن هالقبيلة كل خير وكل وفاء. وهذا يا اخوان مصداق كلامي في البداية عن هالقبيلة، يعني انسان محتاج وفقير والدنيا من كل مكان ومع ذلك يرجع الشنطة لها. عموما اطلعوا الحريم ده ما ناموا من البارح في ضيق، عندهم عرس مثل ما تقول بكرة بعده يعني. لكن لازم أنا وأنا أتكلم أشعركم بالموقف. هذا دوري في كسارد للقصة أو كناقل، يجب أنك تدخل معي في الأحداث. الحريم سبحان الله في هذا بين فرح، بين سبحان الله دعاء لله، بين دعاء للشخص هذا. المهم أن الحريم سبحان الله استقبلوا ذهبهم وفرحوا ويقولوا لأبوهم أكرم الرجل. قال لا تشيلون هم. فقام طلع مبلغ من المال من الدنانير، يقولوا أعطيته إياه، رفض. يقول حاولت قال والله عن حلفك خدت 10 دنانير، أخذ منها 10 دنانير. يقول حطيتها على أساس أني بس حلفه، لأنه قام يحلف. يقول تشكر مني وتشكرت منه وقلت هذا الواجب يعني، ركبت سيارتي ومشيت. يقول بعد ما طلعت منهم بمسافة واجهت واجهت سيارتين متحادات أو بينهم مشكلة، فقلت لهم حاولت أصلح بينهم، كانوا بيتماسكون باليدين. يقولوا صفت السيارة ونزلت أحاول أصلح بينهم، أحاول ما في فايدة. يقول أثر واحد منهم معاه جاب يضرب خويه، ضربني أنا في رأسي، أنا أغمي علي. يقول بعد ما أغمي ما أدري أنا وش الوضع. يقول بعد 4 أيام فقت يعني من وش اللي صاير. قالوا والله دخلت تصلح بين 2 وجاتك ضربة ودخلوك المستشفى، والحمد لله الله يعني يسر أمرك. يقول وأسألهم عن السيارة، قالوا والله السيارة معوض خير، انت تركتها مفتوحة والمفتاح عليها وجاء واحد وسرقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا جاء الحوار برضو مع الشيطان والنفس. هالحين شف سيارتك راحت
ولا عندك شيء ومضروب وفي المستشفى وراسك كله دمان، يعني وش تدور أنت؟ شوف شلون زيادة الابتلاء، زيادة التأنيب اللي يجيني منها الشيطان، أعوذ بالله منه، ومن النفس. احنا في حروب دائمة معه، يعني هذا من أعظم الجهاد، أنك تحارب نفسك وتحارب هواك وتحارب الشيطان. فقلت إن شاء الله ربي ما يخليني. يقول هذا حديث نفس ما حد يدري عنه، ولكن سبحان الله يحدث مع أي شخص، وهذا متوقع. يقول طلعت من المستشفى ورجعت للبيت، ويوم جيت البيت والجماعة يعني يوم عرفوا على القضية بارك الله فيهم والله، يقول يعني مهما قلت أفتخر بجماعتي. يقول سبحان الله برضو شروا سيارة، يوم شروا السيارة أنا بديت أرجع لعملي وشغلي وأرتب نفسي في هالأمور هذه، يعني الحمد لله. يقول في هالأثناء صدر قرار أن أي شخص عنده أخو له مواصفات معينة، القرار أن أي شخص عنده أخو مع الجنسية الكويتية يمنح بموجب هالشيء جنسية كويتية. يقول أنا قدمت على هالقرار هذا، يوم قدمت على القرار أثر القرار يعني ما أخذ له وقت، 3 أيام 4 أيام ثم أقفل حسب ما سمعت. يقول صدرت الجنسية وطلعت لي سبحان الله. يقول يوم استلمت الجنسية ولا أنا يعني ما حد يتوقع فرحته بالجنسية، إنه ينتمي للبلد اللي يحبه وإنه يكون الأمر رسمي. فوالله يعني أنا كنت متأكد 1,000,000% بفضل الله ثم بفضل أمانتي يكفيني من هالأمر الجنسية. يقول خدت الجنسية وفرحت فيها، وسبحان الله يعني بديت أزاول الأعمال اللي يزولها أي مواطن كويتي، وتقدمت على وظيفة وخدت فيها راتب 400 دينار كويتي. وهذا الشيء اللي أنا أذكره، أنا ذكرت في قناة المجد 4000 لأني أنا متعود على العملة السعودية. ويا أخوان أنا قدام لوكيشن تصوير، يعني قدامي المخرج وقدامي المعد وقدامي 20 رجال يستمعون مني، ومكان طال عمرك مفتوح، وهذا يعني صاير فيه نوع من الأشياء تلفت الانتباه. فأنا عايش على الريال السعودي والألف والألفين، فبالتالي لما قلت في القناة 4000 دينار أنا ما أقصد 4000 دينار، أنا أقصد 400 ريال، أقصد 400 دينار كويتي. فأرجو من إخواني المعذرة، ويعلم الله أن هذه الأخطاء غير مقصودة، لأنك لما تكون بث مباشر وعندك وقت محسوب وعندك ناس طال عمرك يعني أحيانا يوجهونك وين الكاميرا، وهذا أشياء أنتم تخفى عليكم، لكن احنا يعلم الله أن هذه معاناة بالنسبة لنا. يعني أنت لما تسولف على ناس وهم عندك ما براحة يصير عندك أخطاء، فضلا على يصير عندك التزامك. أنا ما بيطول. المهم الرجال طال عمرك وعمر السامعين كلهم أن قام واستلم الوظيفة هذه وتحسنت، بدأت تتحسن أوضاعه، وكان عندهم تقديم على قرض أرض أو سكن، وحصل له على الحمد والشكر لله على سكن مناسب. وبدأ هو يعني يرد على نفسه، قلت شفتي النفس الأمارة بالسوء، شفتي الشيطان، نصرني الله سبحانه وتعالى، لأن الله ينصر عبيده، ينصر عبيده الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى يقف مع من خاف منه واتقاه. فيقول سبحان الله يعني بديت حياتي وتزوجت وأنجبت عيال، يقول والحمد لله صار عندي خير وصار عندي أرزاق. وهذه من الأشياء اللي سبحان الله أنا يعني ذكرتها في قناة المجد، أو في اللقطة الخاصة بقناة المجد ذكرت أن عنده 4 أو 5 عماير. أنا الكلام اللي أذكره دائما يا إخوان بناء على ما نقل لي، لكن اللي نقل لي بالتالي بالحرف الواحد أن صار عنده خير وصار عنده رزق وفتح الله عليه. لكني أنا تصورت أنه ما دام رزق بأبناء، لأن الأولين يقول اجعل لك في كل بلد قصر، فأنا أعتبر الولد مثل العمارة، مثل البيت، مثل السكن. كون أنك أنت بين فترة وفترة تنتقل نقلة نوعية ويصير عندك بيت ويصير عندك وظيفة ويصير عندك، بينما كنت في الأول يعني جماعتك يقطون لكل شيء، هذا فضل عظيم يا أخوان، وأمر عظيم أعظم من الأمور ثانية. لكني أنا دائما الناس يحبون الشيء الملموس المحسوس. الشاهد في الكلام أن الرجل سبحان الله رزق بأولاده، وأنا أعتبر الولد مو بقصر، أعتبر الولد دولة لأبوه. فلما أنت يجيك 4 أولاد فهم عن 4 عماير، عن 4 قصور في تقديمهم للدعم لك وفي مساعدة.
اللي جاني في الرسالة الصوتية أن الولد أن الرجل حصل خير وعنده خير، فأنا فهمت أن عنده رزق، كذلك أن عنده أبناء، لكن الرجل بخير وبنعمة والحمد لله راضي بما قسم الله له، وكان أفضل بمراحل من قبل ما يحصل على جنسية، وكل هذا بفضل الله ثم بفضل أمانته. وأرجع أعتذر، يعلم الله أن الراوي أو السارد للقصة يقع تحت ضغوط كثيرة، كذلك بيوصل المعلومة، لأن يا أخوان المستمعين مو بس من الكويت ولا هم من السعودية ولا هم من الخليج، المستمعين من كل دول العالم وعندهم مفاهيم ومقاييس معينة مقابل الوفاء. فأنت لما تقدم شيء وتجد أثره في شيء ملموس يقنع الشخص بأنه يمشي على الخير. طبعا أرجع وأقول يا أخوان، الرجل يكفيه فقط، يكفيه أن الله نصره وأن الله أعطاه الجنسية بينما كانت صعبة جدا بفضل الله ثم بفضل أمانته. مثل ما قلت لكم تزوج، صار عنده عيال، وصار عياله ما شاء الله فيهم صلاح وفيهم خير، وحسب ما ذكروا لي انهم من اطيب الرجال ومن اطيب جماعتهم وفاتحين بابهم وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم مروءة. فهذه القصة بحذافيرها بعد ما تناقشت أنا وبعض الأخوان في دولة الكويت على الموضوع. أيضا النقطة المهمة، في كثير من الناس يقولون ما فيه بدون في الكويت عوازم. فيه يا أخوان، وبالإمكان ترجعون إلى المقالات واليوتيوب فيما يخص أمير قبيلة العوازم ومقابلات في الفترة اللي صارت فيها القصة هذه. أن في نفس الفترة هذه كان في مطالبات بتجنيس بعض العوازم اللي جو من السعودية ومن دول الخليج. طبعا هذا الكلام يا أخوان أنقله بما يعني علمته منهم، وأدين الله فيه وأستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر لأي أحد أخطأت في حقه. يعلم الله أني صادق، ويعلم الله أن نيتي في هذا الموضوع أن الإنسان تصله الرسالة واضحة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ومرحبا فيكم.